يعني ايه الكابوريا لسه فريش لغايه دلوقتي؟ طب انا هعمل منها شوربه، ولا اقول لكم هعمل منها مكرونه وايت صوص، ولا اقول لكم هعمل طاجن الاسد دوت، ولا اقول لكم انا هعمل منها صينيه كبيره تكفي 8 افراد واعمل عليها خصم كبير جدا؟ وده اللي عملوه فعلا، عملوا صينيه كبيره بتجمع ما بين الاسماك وما بين المقليات والجمبري، واسيب لكم كل حاجه في الكومنتات. والطاجن اللي جاي دوت لاصحاب اللياقه البدنيه العاليه، اسمه طاجن الاسد، وفيه كل حاجه، والوايت صوص عندهم جميله جدا ومظبوطه. وزي ما انتوا عارفين ان شوربة السفود هي اساس المكان، والاساس عندهم مظبوط جدا، والشكل باين قدامكم والدسامة واضحة. وده بقى عريس كان جاي يستفيد بالعرض بتاع صينية الغول. وتعالوا بقى اكلمكم عن صينية الغول دي شوية. الصينية ديت بتكفي 8 افراد، وبتجيلك الاسماك اللي انتوا عايزينها بقى، لو عايزينها مقلي او مشوي او سنجاري يعملها لكم. وتنفع بقى الصينية ديت للشير، ولو انت عازم او معزوم لازم تروح المكان دوت عشان بجد هيبسطك. طبعا هتقول لي الصينية ديت فيها ايه؟ هسيب لك كل حاجة في الكومنتات مكتوبة. واللي يميز المطعم دوت ان اصحاب المكان شغالين بايديهم وعندهم خبرة 25 سنة، والمطعم دوت فاتح بقاله سنة ونص، وفعلا مكسرين الدنيا وبيوصلوا دليفري لجميع انحاء القاهرة واي حتة فيها. بجد اوعى تفوت، الصينية ديت هتعجبك جدا. وهنا اكتشفت ان انا ما اكلتش من الفايتة ديت، فخدت الرجالة ورجعت تاني.